الفول المدمس اللي هيكون معاكي زي الزبدة، ولو قعد معاكي سنة بحالها في الفريزر عمر ما لونه هيتغير معاكي. بتحبيه بقى حب، بتحبيه مهروس، هتعرفي كل التفاصيل بتاعته النهاردة. بس قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا يلا بينا نسمي الله ونصلي على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ونشوف معانا ايه. عايزاكي بقى تتبعي كل الخطوات وما تنقصيش أي حاجة من اللي احنا هنضيفها النهاردة. معايا نص كيلو من الفول البلدي، وده بنشتريه من عند أي عطار، ده نص كيلو بالظبط. هنضيف ليه نص كوباية من الفول المدشوش اللي هو بتاع الطعمية، اللي احنا كنا عاملين بيه الطعمية، تمام. نص كوباية بس من المج بتاع الشاي. وكمان هنضيف ليهم نص كوباية من الغلة أو القمح اللي هي الحبة الكاملة، وده هيفرق معاكي جدا جدا جدا، يعني هيخليه زي الجاهز وأحلى كمان. ده شكل الحبة الكاملة اللي هي بتاعت الغلة، وده شكل الفول اللي هو المدشوش. نص كوباية ونص كوباية على نص كيلو من الفول. هنغسلهم كويس جدا تحت المية الجارية أو الحنفية كده لحد ما ينضفوا خالص والمية بتاعتهم تكون بيضاء. وبعد كده هننقعهم قد ايه؟ هتنقعيهم لحد ما حباية الفول دي تبقى نافشة معاكي كده مش مكرمشة. هنضيف عليهم نص ليمونة وهتحطي القشرة كده علشان ما يخليش الفول لونه يسمر معاكي او يغمقي معاكي بعد كده. نقعيهم كلهم في حلة واحدة مش هيحصل اي حاجة. نقعتهم قد ايه؟ هم قعدوا معايا بالظبط حوالي 18 ساعة، يعني سبتهم حوالي من 12 بالليل ل 12 الظهر، وبعد كده سبتهم كمان شوية، غيرت عليهم المية وسبتهم شوية كمان كام ساعة لحد ما الحبات فتحت معايا بالشكل ده. وعلى طول بدأت بقى ان انا اغسله كويس، وضفت عليه جزراية مبشورة، طماطماية، فص ثوم، وعصوري نص ليمونة بس ما تحطيش القشرة بتاعتها. في مكون هنا انا حبيت ان انا احطه معاكم بس انا ما كنتش محتاجاه في الوصفة، قشر البصل الاحمر. ده سر من اسرار المطاعم ان هما بيحطوا قشر البصل الاحمر كده، بس بيحطوا كمية كبيرة علشان يدي لون احمر للفول. وكمان بتضيفي معاه معلقة من البابريكا بس ما بتحطهاش دلوقتي خالص، بتحطيها قبل ما الفول يستوي بنص ساعة كده، بتضيفيها وبتسيبيها حوالي نص ساعة مع الفول وبعدين بنطفي عليه. لكن انا ما كنتش محتاجة ان الفول بتاعي يكون احمر النهاردة، انا كنت عايزاه اللون الاصفر الكهرماني اللي احنا بنشتريه من المطاعم وبيكون لونه في منتهى الجمال. ضفت عليهم حوالي 3 لتر من المية السخنة، وزودي مية سخنة بحيث ان احنا منبدأش ان احنا نزود كل شوية مية ونوقف السوا بتاعه. لما بيبدأ في الغليان بيظهر بقى الحاجات البيضاء اللي على الوش دي، لازم تشيليها تماما بمعلقة كده او بكبش او بأي حاجة لحد ما الوش بيبقى نضيف معاكي خالص. بنضيفه معلقتين من الزيت وبنقلبه تقلبتين كده وبنهدي النار شمعة. حرفيا كده لازم تكون شمعة تحت الحلة اللي انت هتستخدميها علشان الفول عايز نار هادية جدا جدا. طيب الفول بيستوي في قد ايه؟ عايزة اقولك ان الفول الصح اللي بيستوي قشرة وحبة من جوه بياخد له من 9 ل10 ساعات. دي بتكون التسوية الصح. طب ممكن 4 ممكن 6، هقولك ممكن، لكن هتكون الحباية مهرية معاكي من جوه لكن القشرة قاسية اللي هي ناشفة معاكي. طبعا ما بنحبش ان احنا نحط له اي حاجة تسرع من السوا زي مثلا البيكربونات الصوديوم او البيكنج باودر، لان الحاجات دي لما بتتحط في الفول او في الحاجات اللي هي بتبقى محتاجة تسوية على نار هادية فما بتبقاش صحية بالمرة. انا بوريكي ان خلاص بعد حوالي 5 ساعات بالظبط فتحت عليه، شايفين ده اللي كنت اقصده واللي كنت بقول لكم عليه، ان الحبايه بتكون مستويه تماما لكن القشره قاسيه معاكي، فلما بتيجي تاكلي الفول كده بتحسي بالقشره بتاعته. فهنسيبه لحد ما يستوي تماما. في النص التسويه ضفت معلقه صغيره من الكركم، وده السر اللي هيخليه لونه كهرمان وعمره ما هيسمر معاكي. يعني على ضمانتي جربيه وعلى ضمانتي، ولا طعمه هيبان ولا هيجرى له اي حاجه خالص. زي ما قلت لك في نص التسويه ضفت معلقه صغيره ورجعت بعد ساعه بالظبط ضفت معلقه كمان، يبقى المجموع كلي للكركم ضفت معلقه كبيره من بتاعه الاكل وسبته كمل سواه. وهنحضر مع بعض دقه الفول السريعه. ضفت كوبايه من الميه عليها ربع كوبايه من عصير الليمون، معلقتين من الخل، وهنضيف ليهم معلقه من هريسه الشطه وكمان معلقه من الثوم المفروم. ضفت كمان ربع كوبايه من الميه، يبقى الميه الكليه للدقه اللي احنا عاملينها كوبايه وربع.
ضفت بابريكا وكمون وكزبرة والملح وقلبتهم مع بعض لحد ما المكونات دي اندمجت مع بعضها كويس جدا وكل حاجة دابت مع بعضيها. الإزازة بقى تكون على قد الدقة دي وبنحطها فيها وبتحطيها في باب التلاجة، ما بيجرالهاش أي حاجة، بتقعد معاكي لحد 3 أسابيع بتكون زي الفل. ولما بنيجي بقى نوضب الفول بنحط عليه معلقة كبيرة كده، بينقلك الفول في حتة تانية خالص، بيكون زي بتاع أكبر المطاعم. بعد 10 ساعات بالظبط على نار شامعة زي ما قلنا كان الفول استوى معايا وبقى زي الزبدة، وده بيكون قوامه. متقلقيش خالص، طعم الكركم مش بيبان فيه، يعني أول ما بنضيفه كده على الفول بتحسي إن ريحته طالعة، لكن مع الغليان ومع السوا بتاع الفول الكركم بيكون شبه مش موجود في الطعم، لكن في اللون بيديله اللون الكهرماني اللي احنا شايفينه ده. وكمان لازم نسيب شوية سوائل كده في الفول اللي هو الغيرة بتاع الفول، يعني ما بنخليهوش يختم خالص على النار، لازم يكون فيه شوية سوائل. في الوقت ده طبعا كان الوقت متأخر جدا، فحبيت ان انا احط لكم كده طبق يكون حب بالنسبة للناس اللي ما بتحبش الفول المهروس، وكان بالجمال والحلاوة اللي احنا شايفينه دي. هنعمل له بقى تتبيلة خفيفة خالص كده هتخليه طعمه في منتهى الجمال. بتتبليه بقى بملح وكمون وفلفل وشوية من الدقة، وبنحط له زيت حار وطحينة، بيكون حاجة كده تحفة تحفة تحفة. ولازم نرج الإزازة بتاعة الدقة من فوق لتحت كده علشان المكونات تتخلط مع بعضيها، وبنضيف حوالي معلقة كبيرة كده على طبق الفول أو على حسب الرغبة. طبعا الفول ما بيتحطش في الأكياس إلا لازم يبرد معاكي تماما تماما. ففي الوقت ده أنا غطيت الحلة وسبتها لتاني يوم على الرخامة. تاني يوم بقى رجعت لها، هقولك لقيتها عاملة ازاي. كانت خاتمة معايا بالمرة ما فيهاش سوائل خالص. رجعتها على النار تاني وضفت لها حوالي نص لتر من المية، وسبتها ان هي تبقى دافية مش اكتر من كده، تبقى دافية بس ما تسخنيهاش، يعني يا دوبك كده الفول يفك مع شوية المية اللي احنا حطيناهم وهتكون معاكي زي الفل. وده كان قوام الفول بعد ما ضفنا له المية ودفيناه على النار. على طول بقى هنبدأ ان احنا نخزنه. هتحطي بقى الكمية اللي انت عايزاها في الكيس. عايزة اقولك في المكان اللي انا فيه الكيس اللي انا عاملاه ده بيتباع ب20 جنيه، اكيد الكيس ده هيكون في اي منطقة تانية بحوالي 10 جنيه تقريبا. احنا هنا مشكلتنا مش مشكلة ان احنا هنوفر، لا ده كمان هتعمليه على ايدك في البيت، وهيكون عارفة حاطة فيه ايه، وكفاية النظافة اللي انت هتعمليه بيها. طبعا بقى لو حابة ان انت تهرسي شوية بالهاند بلندر كده او في الخلاط وهتضربيهم وهتحط لهم نفس التوابل اللي احنا حطيناها والدقة والطحينة والزيت الحار اللي مفيش غنى عنهم في طبق الفول. اتمنى من كل قلب ان انتوا تجربوا الوصفة بتاعتي النهاردة، وبألف هنا وشفا مقدما ان شاء الله للي هيجربها، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. بس عايزة اقولك هنا لو اول مرة بتشوفيني لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك للفيديو. لو في اي استفسار سيبلي تعليق وانا هرد عليكي على طول. وقوليلي رأيك بقى في شوية الفول بتاع النهاردة كده، حاجة عالمية تجربيها وعلى ضمانتي ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.